السلام عليكم البنات، كي راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم تكون لاباس. دائما في سلسله الحلويات، هاد المره جبت لكم هاد الحلوى بذوق الليمون. ريحه الانتعاش وهذيك البنه والطراوه بواحد الكريمه رائعه. لازم تجربوها، لازم تكون في طاوله العيد نتاعكم هاد المره ان شاء الله. شوفوا لي هذاك الديكور البسيط مع هذيك الليمونات من الفوق. يعني تعرفوني نجيب لكم غير الحاجه المليحه واللي تعجب، يعني كل ما جاتش مليحه ما شاركهاش معكم. دونك بلا ما نطول عليكم في الهضره، نروحوا مباشره للعجينه. لهنا راح نحضر عجينه صابلي بذوق الليمون. عندي 250 غرام مارغرين، عندي حبه بيض وزوج صفار، عندي ربع كاس نتاع الزيت او حوالي 4 مغارف كبار، عندي علبه نتاع الفلون ذوق الليمون ممكن تستغنوا عليها وتعوضوها بمبشور الليمون. وعندي نص كاس مايزينا ونص كاس سكر غلاس، عندي لافاني قرصة ملح، وفرينة لازم تكون مغربلة، والخميرة الكيميائية. نبداو على بركة الله. راح نغربل السكر الناعم مع المارغرين لازم تكون طرية بحرارة المطبخ. انا دائما نقولكم غربلوا السكر نتاعكم باش ما يديرليش هذوك الحبيبات. نخلط مليح السكر مع المارغرين حتى يذوب ويولي عندي كريمه بهذا الشكل. راح نضيف البيض، عندي هنايا حبة بيض وزوج صفار. البيض لازم يكون بحارة المطبخ هو تاني، ما يكونش بارد. وراح نزيد الزيت. نخلط مليح حتى يولي لي كريمه. هنا ممكن تخلطوا بالباتور. هنا نسيت لافاني باش نديرو مع الملح، مع القرصه نتاع الملح. يعني ما شفتوش كنمر هذيك الجفنه. شوفوا كيفاش رجع لي هذاك الخليط. راح نزيد المايزينا. هنا نديرو، شوفوا غيسيبيون يكون شويه كبير، شوفوا كيفاش رجع لي الحاله. وراح نزيد علبه نتاع الفلون بذوق لافاني، بذوق الليمون عفوا. ممكن تستغنوا عليها وتعوضوها بمبشور الليمون. نخلط مليح وراح نضيف الفرينة بالتدريج. الفرينة لازم تكون مغربلة هنا حتى نتحصل على عجينة تكون طرية، ما تكونش قاصحة بزاف. كما نعرفوا الصابلي لازم يكون هشيش. وراح نضيف مغرفة صغيرة نتاع خميرة كيميائية ونجمع العجينة. لازم أطراف الأصابع ما تعجنوش. فوالا نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصل على عجينة تكون طرية، يعني من شكل كرية تكون شادة روحها. نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها ترتاح على الأقل نص ساعة، يعني ممكن تخدموها مباشرة. نخليها ارتاحت ونجي نقسم شوية من العجينة باش نورقها. بالنسبة للطابع استعملت هذا شكل معين ويجي على جهتين، يعني جهة مدرجة وجهة عادية. السمك تاع العجينة ما لازمش يكون غليظ بزاف لانه راح ندير حبة مع حبة وراه فيها الخمارة، يعني راح تزيد تطلع شوية. راح نكمل بنفس الطريقة وندخله للفرن على 180 درجة. هاد الكمية خرجت لي تقريبا 45 حبة، يعني تقريبا 90 حبة فردية.
لهنا بعد ما طابت خدات اللون فاتح، يعني كي نشوفوها نشفت نقلعوها من الفرن. نروحوا للكريمة. بالنسبة للكريمة راح تجي بذوق الليمون. كذلك عندي لهنا 100 غرام شوكولا بيضاء، عندي 2 مغارف كبار سوبر كريم هذه نتاع ذوق الليمون، عندي 3 مغارف كبار بودرة شونتيي مغرفة كبيرة، مارغرين تكون طرية. لهنا ذوبت شوكولا على حمام مائي، وكذلك ذوبت السوبر كريم يعني باش تولي طرية وفرغتها على الشوكولا. لهنا الا بغيتو ذوق تاع الليمون يكون بزاف ممكن تضيفوا عصير حبة ليمون، ديروها مع السوبر كريم، تخلطوها مليح وديروها على حمام مائي ولا ديروها في الميكرووند. من تخلطوهم تشوفوا هذيك الكريمه خفيفه، تفرغوها على الشوكولا البيضاء. والشوكولا لازم تكون دايبه وما راح يصرى لها والو، يعني ما راح تتخسر ما والو. نخلطوا بهذا الشكل مليح مليح ونخلوها في الثلاجه على الاقل 3 سوايع باش نجو نطلعوها بالباتور. خلطوها مليح بالباتور كما راكم تشوفوا. هنا الكريمة كانت باردة، يعني على الأقل كما قلت لكم تقعد 3 سوايع في الثلاجة. واللي ما تبغيش الذوق تاع الليمون ممكن تستبدلوها بأي ذوق آخر حبيتو، يعني كاين أذواق مختلفة نتاع البرتقال ولا نتاع الفراولة، يعني على حسب الذوق اللي بغيتوه. دخلت مليح، شوفوا اللون تاعها كيفاش ولا فاتح، وراح نضيف مغرفة كبيرة نتاع المارغرين ونزيد نخلط. وفي هذه المرحلة راح نضيف شونتيي 3 مغارف كبار نتاع لا شونتيي. هنا نخلطو مليح قبل باش نشعلو الباطور باش ما طيرلناش هذيك لا شونتيي. بالنسبة للشونتيي ما راحش تخسر في هذه الكريمة، يعني راح تشد مدة طويلة. وانت تخسر من نديروها مع الحليب، ما كلي تخافوا منها ولا ما استعملوهاش، ولكن من ديروها وحدها ولا مع السوبر كريم راح تشد لكم مدة طويلة وتستعملوها في الحلويات تاعكم. لهنا الكريمه نتاعي راها واجده، شوفوا القوام تاعها كيفاش راهو. وراح نجي ندير في الصابلي نتاعي. هنا ممكن تخدموا بلا بوشادو تحطوها في الاطراف وتزيدوا كرانشي تاع الليمون وتحطوه في الوسط، يعني باش يعطيكم هذيك القرمشه في الوسط. انا ما كاينش متوفر عندي على هذيك درت غير الكريمه. ولا تخدموا بلا بوشادو يكون احسن. انا عندي وحده كبيره يعني كون نديرها ما راحش تساعدني وراح تفرغ بزاف، على هذيك درت غير بالمغرفه. نديرو كمية في الوسط، يعني نديرو كمية معتبرة. نمرو دوكا للكلاصاج. ذوبت 200 غرام شوكولا بيضاء وضفت لها 2 مغارف كبار نتاع الزيت، وراح نضيف لها ملون اصفر. نضيف الملون بالتدريج، يعني ما تكتروش بزاف حتى تتحصلوا على اللون اللي راكم باغيينه. انا كنت نضيف غير بالقطرات. فوالا بعد ما تحصلت على اللون اللي راني باغيته، نجيب فرشيطه ونحط الحبه نتاع الصابلي من الفوق ونقلاصي بهذه الطريقه. هنا في الكلاصاج حاولوا تغطيو كامل الحبه نتاع الكاطو، لهنا ما شفتش حتى جيت ندير المونتاج باش بانت لي هاد الحبه يخصها شويه نتاع الشوكولا. فوالا نخليها تنشف ونكمل بنفس الطريقه.
هي بزاف اللي يقولك الشوكولاته نحرق لنا ولا ما تجيش مليحه، ولا يعني لازم من نديروها على حمام مائي لازم الماء ما يوصلش للغيسيبيون اللي تكونوا تذوبوا فيه الشوكولا. لهنا راح نكمل الكميه نتاعي. والتزيين اختاريت هاد الحبات نتاع الليمون بعجينة السكر يعني فيهم ذوق تاع الليمون، وراح نزينهم من الفوق بهذا الشكل. هنا بقات لي شويه نتاع العجينه درتهم هاد التختلات الصغار وعمرتهم كذلك بالكريمه تاع الليمون، جا ذوقهم رائع. هاد الحلوى يعني قد ما نشكرها قليل، غير جربوها وعينيكم مغمضين. وصلنا نهاية الفيديو، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة نتاع نهار اليوم. خلوا لي رايكم في التعاليق وما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم كل جديد، ومازال كاين الوصفات ان شاء الله. مع السلامة.